رغم اشتداد مرضي لم أغب لحظة عن متابعة ما يجري. كنت أتابع عن كثب مجريات الأحداث، وأترقب يوم التصويت بشغف كبير. تفتح أبواب الاقتراع من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء، وبين هذا الوقت كان قلبي حاضرا قبل جسدي. ورغم أن أهلي منعوني خوفا علي، إذ لم أكن أقوى على الحركة أو بذل أي مجهود، فإن إصراري كان أقوى من ألمي. كنت مصممة على دعم ذلك الحزب الإسلامي الوحيد الذي أراه يمثلني ويدافع عن هويتي وانتمائي ومبادئي داخل هذا المجتمع الغربي. هذا المجتمع الغربي الذي أراه أحيانا يقف موقفا قاسيا من الإسلام من دماج المسلمين فيه. توجهت إلى مكتب التصويت ووجدته فارغا تماما، وكأن الصمت يخيم عليه. أدليت بصوتي وعدت إلى البيت وأنا أشعر بسعادة عميقة، وكأنني أنجزت واجبا لا يقاس بالنتائج. ظننت في داخلي أنني انتصرت، رغم أن الحزب لم يحالفه الحظ في النهاية. لكنني أدركت لاحقا أن الانتصار الحقيقي لا يكون دائما في النتائج، بل في الثبات على الموقف، وفي أن يكون للإنسان صوت لا يخشى التعبير عنه حتى في أضعف لحظاته. لقد كان ذلك اليوم درسا لي بأن الإرادة يمكنها أن تنتصر على الوهن، وأن الإيمان بالفكرة يمنح الإنسان قوة تفوق حدود الجسد.